حينما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى أوحى إليه ربه: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى. قال: يا رب، إنك عذبت قوما بالخسف وقوما بالمسخ، فماذا أنت فاعل بأمتي؟ فقال الله تعالى: أنزل عليهم رحمتي وأبدل سيئاتهم حسنات، ومن دعاني أجبت، ومن سألني أعطيت، ومن توكل علي كفيت. وأستر على العصاة منهم في الدنيا، وأشفعك فيهم في الآخرة. ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبتهم. يا محمد، إذا كنت أنا الرحيم وأنت الشفيع، فكيف تضيع أمتك بين الرحيم